السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل البطاطا بطريقة سهلة جدا وجميلة، والطعم في منتهى الجمال. بصوا شكلها عامل ازاي، تحفة تحفة تحفة، كرملة. وبصي يعني اسهل طريقة تقدري تعملي بيها البطاطا هي الطريقة دي. بصي مستوية ازاي، جميلة جدا ومفيدة وتقدري تعمليها بكل سهولة. دلوقتي تجيبي اي كمية بطاطا تغسليها كويس وتنقعيها في ميه زي ما انتوا شايفين. لازم تتغسل كويس جدا عشان بيبقى فيها طينة. انا نقعتها ربع ساعة، بعد كده نشفتها، جبت طبق فيه سكر وعملت فيها فتحات زي ما انتوا شايفين، ونغلفها بالسكر. تقدري برضو تعملي الطريقة دي في كيس حراري وتدخليها الفرن، بس على الطاسة من فوق على البوتاجاز اسهل بكتير. هنغلفها كلها بالسكر زي ما انتوا شايفين، ونجيب طاسة سخنة جدا يكون ليها غطا. انا جبت الجريل لاني مش عندي طاسة فيها غطا. دي هحطها وهحط معاها كوباية مية، واول ما تغلي كده عشان السكر يتكرمل هوطي عليها النار عشان تستوي، تاخدش وقت خالص ولا مجهود. انا عملتها ولا وقت في الماء. هنشوف الخطوات مع بعض وهنشوفها وهي بتتكرمل كده في الطاسة. بصي دي بدأت بقى كده، وابتديت اللي انا ايه اوطي عليها واقلبها الناحية التانية عشان اخد اللون الذهبي الجميل المكرمل اللي انتوا شايفينه ده. جربوها بالطريقة دي وان شاء الله تعجبكم وتنول اعجابكم. البطاطا مفيدة جدا وكتيرة جدا في السوق ورخيصة. جربيها بنفس الطريقة دي، انا واثقة 100% اللي هي تعجبك، وهتقومي تعمليها دلوقتي حالا. باي باي.